ما تيجي تجربي المحشي بطريقتي بجد مش تندمي. هاتي شويه رز، اهم حاجه تغسلي الرز كويس جدا وتسيبيه يتصفى ما يبقاش فيه نقطه ميه ابدا. ونفس الكلام للخضره، تغسليها وبعد كده تقطعيها، تغسليها وتسيبيها تنشف كده، تسيبيها يعني تصفي الميه وبعد كده تقطعيها. تمام. انا بحط كزبره وشبت وبقدونس، بحط التلاته. بجيب بقى الرز مع الخضره وبقلبها كده مع بعضيها كويس جدا جدا جدا. بتاكد ان كل رزايه كده معاها خضره. ماشي. وبعد كده ببقى عامله التسبيكه الخطيره دي. طبعا انا بحمر كده البصله، بخليها تاخد لون ذهبي كده، وبنزل عليها الطماطم وبسيبها بقى تتسبك تسبيكه حلوه، وبحط بقى بهارات بقى وفلفل اسود وملح وماجي وكل حاجه، وبظبطها بتبقى تقيله بالمنظر اللي انت شايفاه ده. طبعا انا كنت عامله ما شاء الله كميه حشو كويسه، كنت عامله يعني كميه محشي ما شاء الله كبيره. هنا بقى حسيت ان انا عايزه اللون يبقى احلى، كنت حاطه الصلصه كلها ما شاء الله، خدت حله الصلصه كلها. هنا كان عندي تقريبا يمكن نص ازازه من الصلصه زودتها. حطيت بقى بابريكا، حطي بقى الماجي وحطي ملح وحطي بقى فلفل اسود، بهارات عندك بهارات محشي تمام. كل اي حاجه انت بتحبيها تحطيها مفيش مشكله. هنا بقى بهارات السبعه براحتك بقى، حطي كل اللي انت ايه حباه. طبعا بتظبطي الملح بقى وبتدوقيها وبتظبطي كل حاجه، واهم حاجه تدوقيها عشان المحشي يطلع حلو جميل. تمام تمام. هنا بقى نقلب تقليبه حلوه كده متينه. عايزه اقولك ان انت هتحطي معلقه حلوة قوي. هقولك على حاجة هتحطيها يعني هتخلي المحشي جميل. هنحط شوية الزيت المتينة دي، الزيت ده بقى شوية دول يا جماعة بيخلوا ما شاء الله المحشي لونه بيلمع كده، والرزاية كده مفرفرة كده من نفسها، يعني متبقاش معجنة ولا حاجة. هنا بقى هننزل الخلطة كلها اسمها ايه، في الطبق ده يعني، عشان هبدأ احشي في نفس الحلة دي. هنا بقى كنت عملت البتنجان وغسلته كويس وصفيته زي ما انت شايفه كده، بقلبه على وشه عشان يتصفى كويس جدا. هنا بقى بحشي. وكمان انا عايزه اقولك ان انا المحشي ما بحطوش نايم كده على بعضه، لا انا بوقفه جنب بعضه عشان تبقى المحشيه كده مليانه وحلوه. هنا بحشيه يعني، بصي بحشيه يعتبر يا دوبك بسيب سنه بسيطه. تحشيه بقى انت بقى هتبقى عايزه تمليه بتحبيه فاضي براحتك، انا بحبه بصراحه مليان كده وحلو. تمام تمام. هنا بصي ما شاء الله بفرش بقى بقيه الحتت بتاعت البتنجان دي اللي من فوق، او فلفل او اي حاجه، وبحطها من تحت وبرص كده ما شاء الله. وحطيت بقى فلفل. هنا بقى ببقى عامله شوربه فراخ وضايقاها وواثقه في طعمها يعني. هنا بقى بحط الشوربه ببقى مسخناها وايه، وبحط بقى ما بحطش شوربه كتير يعني تقريبا ربعه. تمام زي ما انت شايفه كده. طبعا في ناس كتير تقولك لا حطي معلقه صلصه مع الشوربه، بس انا عشان انا واثقه من الصلصه اللي انا عاملاها، وواثقه ان انا المحشي لونه ما شاء الله احمر وجميل، والصلصه تقيله والخلطه يعني لونها احمر وتقيله، فانا مش محتاجه ان انا احط معلقه صلصه مع ايه مع الشوربه ولا اي حاجه. تمام تمام. بصي انا حطيت الشوربه لغايه فين اهو زي ما انت شايفه كده. هنا بقى عايزه اقول لكم تكايه حلوه قوي. انا بسويه 3/4 سوا وبقفل عليه. يعني اول حاجه بسيبه يعني 10 دقايق يكون النار عاليه، وبعد كده بوطي عليه اول غلوتين، بوطي عليه وبعد كده بقفل 3/4 سوا وبقفل عليه. مفيش 10 دقايق في السخونيه بتاعت المحشي بيكمل سواه. في الوقت ده بقى بيبقى رز مفلفل كده وجميل، ما بيبقاش معجن ولا اي حاجه. جربي طريقتي وادعيلي.